بص يا سيدي، ده طرح اعلامي يعني من الطراز الاول، لا هي نصيحه وله بالشرطه وبالضروره يكون الناس بتفكر كده. بس انا لو مكان الناس في النادي الاهلي دلوقتي وبفكر انا عايز اجيب مدير فني، قسما بالله ما في غير الطريقه اللي انا هشرحها لك دي، مفيش طريقه تانية. انا هكلمك على خصائص، مش هكلمك على اسم مدير فني. يعني لو انا موجود في النادي الاهلي وقاعد على منصب بيقول مين اللي يبقى مدير فني، انا هقول لك خصائص، ماليش دعوه بقى هو اسمه ايه، اسمه محمد، اسمه حسين، اسمه مستر كذا، اسمه ماليش فيه. لكن ليا في الخصائص بتاعته. هي الخصائص بتاعتك ديت انت كنادي اهلي في اي مرحله؟ تعال نشرح كده. انت في اي مرحله من المراحل؟ انت عزيزي المشاهد الاهلاوي في مرحله فريق مدجج بالنجوم، مرعب مرعب. الاهلي في كاس العالم للانديه عنده حته فرقه مش محتاجه غير مدير فني. قال لها ازاي؟ تعال اقول لك فرقه النادي الاهلي عامله ازاي بالظبط. بص يا سيدي، الفرقه بالاسماء بمواقعها في الملعب، وبعديها يتشرح هو المدير الفني يبقى جاي عامل ازاي. فرقه النادي الاهلي الشناوي، ناحيه الشمال العش وكريم الدبيس. هتقول لي يا عم محتاجه حته اجنبي، اقول لك ماشي، مش مختلف معاك، انا شاري. يحيى عطيه الله عقده يخلص نهايه السنه، واحتمالات كبيره جدا جدا انه الاهلي ما يجددش عشان يجيب حته اجنبي. ربيعه وداري وهاني. بص بقى، بص الرعب، بص الرعب، امسك قلبك وانت طبعا كاهلاوي ما فرحتك. بص رقم 6 في مين؟ لا اقطع في الكلوز منه يشوف البقر. ايوه اهو، بص مروان عطيه، ديانج، حمدي فتحي. ومش بالضروره يلعبوا 6، ها، مش بالضروره، ده احنا حاطينهم في الحته دي عشان خاطر اللي جاي قدام اكثر رعبا. مروان، ديانج، حمدي فتحي. بص على الاسماء عشان اقول لك خصائص الفرقه دي عامله ازاي. محمد علي بن رمضان، امام عاشور. ها، دول ايه؟ دول لعيب الكوره جامدين قوي، لعيب الكوره جامدين قوي. تعال انقلك على الناحيه اليمين، مش محتاجين نعيد القديم بقى، واقول لك زيزو ها، زيزو وحسين الشحات. ناحيه الشمال تريزيجيه وبن شرقي. وخد بالك ممكن نغير، يعني ممكن بن شرقي يجي هنا عادي، ممكن تريزيجيه اسف يجي هنا عادي جدا، ممكن بن شرقي يجي هنا عادي جدا، يلعبوا هما الاثنين مع بعض عادي جدا، يعني نشوف لها تصريفه يعني. ومعاهم زيزو. بص يا باشا، راس الحربه وسام وجرادي شار، ما انتش محتاج حاجه. انا لو انا راجل بفكر للنادي الاهلي هبقى شايف خصائص الفرقه دي ايه. خصائص الفرقه دي ايه؟ اولا هو فريق يجيد الاستحواذ، لان انت عندك لعيبه كوره قد كده في الملعب. عندك امام لعيب كوره، عندك بن رمضان لعيب كوره، عندك تريزيجيه وبن شرقي، عندك زيزو والشحات، حتى رصات الحربه عندهم القدره على ده، ومروان وراهم. فانت عندك لعيبه الكوره، وعندك كمان اللي هم بيقولوا عليها ايه، الدستروير، صح كده؟ حلوه دستروير عليا انا بالاجنبي، ماشي. عندك ده خاصيه واحده، لعيبه تجيد الاستحواذ. خاصيه 2 هي لعيبه بالضروره تجيد صناعه الفرص. اي اسم من الاسماء اللي انت شايفها دي هي مجموعه لاعبين مميزين بالضروره في صناعه الفرص. فحط لي يا سيدي لعيبه بتعرف تستحوذ ولعيبه بتصنع الفرص. مش كده وبس، هتلاقي خصائص مختلفه. انت عندك لعيبه تجيد اللعب المباشر، ولاعيبه تجيد الاستحواذ والتحكم في الريتم. يعني عندك تريزيجيه لعيب مباشر سريع جدا، عندك بن شرقي لعيب يحافظ لك على الريتم وقت ما انت ما عايز، عندك زيزو لعيب مباشر، عندك حسين الشحات لعيب استحواذ يحافظ لك على الريتم. انت بتتكلم قسما بالله على خصائص متنوعه، انا اشوف ان هي لم تتوفر للنادي الاهلي منذ امد بعيد. شايف؟ دي خصائص متنوعه، دي خصائص عارف يقول لك ايه، فرقه فيها كل حاجه، فيها اللي انت بتحلم بيه. بوخ جاريه كلف يا سيدي، فالاهلي مكلف وصارف. الاهلي دخل سوق الانتقالات لم تقريبا كل الناس اللي موجوده فيه بره وجوه. مش بس لعيبه بتجيد صناعه الفرص، ومش بس لعيبه بتجيد الاستحواذ،
انما كمان لعيبه تجيد الضغط العالي. بص كده على كل الاسماء اللي موجوده دي كده، المجموعه دي كلها هي مجموعه كلها تجيد الضغط العالي. اذا كان امام، اذا كان بن رمضان، اذا كان زيزو، اذا كان جراديشار ووسام، اذا كان تريزيجيه، ونستثني بن شرقي من مساله الضغط العالي عشان برضه نبقى امنا في الطرح. عندك مجموعه من اللعيبه اللي موجوده في الحته دي، مروان وديانج وحمدي، كتير جدا جدا. على فكره ممكن طبعا ديانج رجوعه يخلي الاهلي ما هوش في مساله الاجانب، يخلي القصه تتغير شويه. انما انا بطرح لك كل الاختيارات اللي موجوده قدام النادي الاهلي بالخصائص بتاعت النادي الاهلي. مش كده وبس، اللعيبه دي من خصائصها المتنوعه ان هي عندها لعب مباشر ولعيبه استحواذ، وهي كمان لعيبه تحولات سريعه، لان السرعه موجوده في كل حته في النادي الاهلي في المجموعه الهجوميه. يعني لو انا بفكر دلوقتي ببساطه شديده كده، للنادي الاهلي بقى الخصائص الطبيعيه للمدير الفني، اولا انت بتتكلم في خاصيه ليها علاقه بالطريقه، بالشخصيه نفسها. يعني يقول لك السمات الشخصيه، السمات الشخصيه التي لابد ان يتمتع بها مدير فني يبقى جاحد. انت عايز مدير فني جاحد، سكينه، سيف، شخصيه. مش هينفع، هيبقى في فرق في السرعات. هتجيب لي واحد مش هينفع. انت عايز واحد شاف اوضه اللبس عامله ازاي، شاف اوضه اللبس بتاعت الاهلي عامله ازاي. لا ثانيه واحده، انا قصرت في حق الناس البدله. ده الاهلي عنده مصطفى شوبير وياسر ابراهيم وعمر كمال واحمد رضا ومجدي قفشه وعلي معلول ستيل لسه موجود على قوه النادي الاهلي. وشوف كمان في كمان اسماء تانية ممكن تكون ما عندناش مكان في الشاشه هنا ليها. فانت محتاج مدير فني يبقى عنده شخصيه قويه جدا جدا جدا. ادي اللي شرحته لك، لعيبه عندها الضغط العالي، لعيبه عندها صناعه الفرصه. اللي بعده لعيبه عندها القدره على الاستحواذ، لعيبه عندها القدره على التحولات. وشوف الاسماء دي كلها، انا نسيت طاهر في النص مع ان طاهر عامل اعظم اداءات في الفتره الاخيره. يبقى اذا الاهلي عايز ياخد وياكل الاخضر واليابس يبص لفرقته بالشكل ده. انا عايز خصائص مدير فني عنده شغف، عنده الصبغه الهجوميه اكتر شويه من الحته الدفاعيه. ده مش معناه ان هو ما بيعرفش يدافع، ده معناه ان هو عنده اتزان دفاعي، ولكنه راجل عارف كويس قوي انه يمتلك قدرات هجوميه. يعني ما يقوليش ان انا فرقه افريقيه فانا هروح كاس العالم للانديه كتكوت. لا انا مش كتكوت، انت مش كتكوت، انت نسر بجد. لازم تبقى فاهم ان انت عندك كواليتي عالي. الكواليتي العالي ده انت كاداره وانت بتجيب المدير الفني باشا، مفيش في السوق بتاع افريقيا اكتر من ده. ما اظنش ان حد يتعدى النادي الاهلي في القيمه التسويقيه من حيث اللعيبه دي، ولعيبه بجد. يعني مفيش ارقام، يعني مفيش ارقام مش راكبه على اللعيبه، لعيبه بجد، لعيبه تقيله يعني. يبقى انت بتتكلم على خصائص مدير فني، سماته الشخصيه نفسها لازم يبقى قوي الشخصيه. اشوف انه لازم يبقى سنه مناسب، يعني في الخمسينات، في اواخر الاربعينات، ما هوش كبير، ما هوش فاقد الشغف، عنده طموح وعنده رغبه. والاهم من كل ده هو عارف كويس قوي ان جمهور الاهلي رايحه منه. ما تتعبش قلبك، هو كل بطوله هو مش هيركز. كسبت البطوله مبروك، ما كسبتش مش يعني ما عندنا مشاكل مع بعض. ده الشكل اللي انا اشوفه المدير الفني اللي النادي الاهلي يجي ياكل معاه الاخضر واليابس. قول بقى الاسم اللي يبقى مناسب. شفت بقى ان الاسماء اللي انا قلتها لك ما تمشيش لو انا من النادي الاهلي، والله العظيم ثلاثه لا افكر بالشكل ده.